مساء الفل يا معلم ربيع. المعلم علي كلاي، يا 100 مليون مرحب. نورت الدنيا يا معلم. نور بيك. انا بعتذر منك يعني ان انا لو جاي في ساعه شغل، بس مش هطول عليك. انا جالك بخصوص مكالمه التليفون اللي كلمتها لك امبارح. انا عايز ابدا من جديد، واكيد انت عرفت باللي حصل يعني. عرفت يا اخويا. ما اخبيش عليك، انت الوحيد اللي انا كلمته عشان يقف جنبي بحكم اللي ما بيننا يعني. انا عايز اجر منك المحل اللي على اول الشارع. وهتفتحوا ايه؟ وانا ليا يعني غير في قطع الغار. هتاجر ان شاء الله يعني في المستعمر استيراد. على بركه الله. اعتبره محلك يا علي. بس في حاجه لازم تعرفها عشان نبقى على بينه. انت عارف ان انا راجل دغري. انا الصراحه كده يعني مش هقدر دلوقتي لا اديك ايجار ولا تامين، بس هديك كلمه وكلمه علي كلايه واحده. انت عارف ان شاء الله باذن الله اول ما ربك يكرمني مليمين هديك ايجار السنه كلها. يا راجل انت جمايلك علينا كلنا، واسم علي كلاي لوحده اكبر ضمان. انا اديك عنايه يا علي. هات لنا يا ابن عقد عشان نكتبه للمعلم علي. وهو ده العشم. استنى يا معلم ربيع. في مرسال جالي قال لي ان علي كلاي عايز يأجر محلك. الكلام ده صح؟ ايوه يا ست ميادة، حصل. ولازم كلنا نقف معاه. كلكم؟ طب اسمع بقى يا معلم ربيع، واسمع يا تجار التوفيقية تم. انا هشتري منك المحل ده تمليك وبأكتر من سعره مرة ونص. مش عايز تبيع بلاش، هأجره منك سنتين قدام مدفوعين مقدم وبالسعر اللي انت تحطه. قلت ايه؟ خلاص مش عايز؟ حقك، بس يبقى خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات، ولا تاخد بضاعة مننا ولا في بينا أي تعامل. وبتعالى يا حبيبي قفل حسابك اللي عندنا، أصل عليك مبالغ وعندي كمبيالات بيهم. بس انا اديت لعلي كلمه. القرش يفك الكلمة والمصلحة تحكم. ولو قلت لي كلمة رجالة هقول لك الست اللي قدامك دي ب1000 راجل. ها، اللي انت عايزاه حصل يا ست ميادة. معلش بقى يا معلم علي، يموت المعلم ولا يتعلم، وساعة الكاش الغالي يبقى ببلاش. انت اللي علمتنا الكلام ده زمان لما كنت المعلم علي. واسمعي يا توفيقية، اللي هيأجر محل متر في متر لعلي كلاي يبقى بيعادي ميادة الديناري، واللي علي هيدفع له قرش أنا هدفع له 1000. ده أول القصيدة يا علي. اول القصيده كفر. ما تعادنيش يا ميادة. إيه يا أبو الأصول؟ هتعادي واحدة ست؟ العداوه مفتوحه لاي حد. العداوه للي يعادي، وانا لما بعادي بالاصول. وانا فوتت مره واتنين و100 لاجل الدم اللي ما بينا. دم؟ انت كدبت الكدبه وصدقتها. خالك منصور هو اللي كتب. اسأليه هيقول لك ان الدم طلع حقيقة. شيليني من دماغك يا ميادة. الزمن ما بيننا يا علي، قابل بقى. يمين يعيش، العمر اطول وراسه انشف، يفكر التاني. انتوا واقفين بتتفرجوا على ايه؟ يلا يا اخويا كل واحد يشوف شغله.